تحياتنا لكم. طبعا زي ما احنا شايفين هذا احد الطلاب اللي بيصطحب والدته معه في احتفال تخرجه من الجامعة. فجأة مسؤول بروتوكول الاحتفال يقنع او يحاول اقناع الطالب انه ينزل الوالدة من على المنصة ويصعد بشكل فردي. طبعا هذا المشهد اغضب الطالب الخريج اللي حب انه يفرح مع والدته، وحاول انه يقنع مسؤول البروتوكول عن هذا الاحتفال، لكن ما رضيش او رفض. فجأة نزع الكوفية، صعد على المنصة، نزع روب التخرج المخصص لهذا الاحتفال ونزل مباشرة عشان يصطحب والدته، رغم أنف المنظمين في هذا الاحتفال كما نشاهد وإياكم. وألقى بهذه الكلمات، خلينا نسمعها ونشوف شو اللي حكى بعد ما قبل رأس والدته. وهناك تصفيق وإعجاب بهذا التصرف اللي نال استحسان الغالبية من الحاضرين، خاصة أنه يخص والدة هذا الشاب الطالب الخريج. زملائه طبعا زي ما احنا شايفين بيحاولوا إعادة الروب اللي نزعه، إعادة الكوفية، وأيضا إعادته من جديد للاحتفال مع والدته وعلى المنصة. سأبقيكم مع الصوت وشو حكى بالضبط. هو حكى والدتي أكبر من كل الجامعة. حنشوف إيش حكى ونتابع معكم هذا المشهد. وحش ولا